سلام حبوباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديدة ان شاء الله تعجبكم وتجربوا هذه الوصفة. حنوجد معاكم حلوة جافة اقتصادية، ما تاخدش الوقت بزاف، حتجي بزاف بنينة خفيفة توالم هكا لقهوة العصر. وش نسحق في الوصفة ديالي؟ عندي 125 غرام تاع مارغارين طرية. انا هنا خدمت بفلوريال وانتم خدموا باي نوع تحبوا، اللي موالفين تخدموا بها المارغارين اللي موالفين تخدموا بها. هاد المارغارين حنضيف لها حبه تاع بيض كامله ونزيد نص كاس تاع سكر غلاس. قلت لكم حلوه حتجي بزاف خفيفه، سورتو دوكا حنزيد لها زوج مغارف تاع مايزينا، زوج مغارف كبار تاع مايزينا. المايزينا هذه راح تزيد تخليها تجي طريه كتر وكتر. ونزيد قرصه تاع ملح مع 4 كاس تاع زيت. هنا راح نخلط كلش، يعني حنحط كلش ونخلطه بالخلاط الكهربائي. رايح نضيف لهم مبشور تاع برتقال، رانا في وقت التشينا، يعني كي تشرو التشينا ما ترموش القشور تاعها. كي طيبوا قاطو هكا ديروا بالمبشور هذاك، تحبوا ديروا تشينا ولا قارص، واللي ما عندهاش دير شويه تاع لافاني. نجي نخلطهم مليح هكا بالخلاط الكهربائي. اللي ما عندهاش خلاط تخدم بالفوي عادي. هنا شوفوا الخليط اللي تحصلت عليه. هاي ليك نساجمو كلش، نساجمو كاع هاد المكونات. دوكا خلاص ما حش نخدم بالباتور، نجي نوجد الفارينه ورايحه ندير مغرفه صغيره تاع خميره كيميائيه. هنا راح ندير الكاس الاول تاع فارينه ونجي نزيد فوقهم مغرفه صغيره تاع قهوه تاع خميره كيميائيه. هنا ما نكترش الخميره باش ما يتغيرش الشكل تاعهم وما يتنفخوش بزاف. هنا درت الكاس الاول مازالها طريه، راح نضيف الكاس الثاني. هنا حنعطيكم مقادير مضبوطه كالعاده. والكاس الثالث نزيدو بشويه باش ما تغلبنيش. نتوما عينكم ميزانكم، يعني كي تشوفوا عجينه طريه خلاص، باسكو كل وحده والفارينه اللي تستخدمها. هنا مازال طريه، رايحه نكمل الكاس الثالث، يعني كلش درت 3 كيسان فارينه. هنا لميت العجينه، دوك نوريكم القوام تاعها جات طريه هايله. هاي ليك نخليها تريح شويه، راح نغلفها بكيس بلاستيكي ونخليها تريح شويه. هنا بعد ما ريحت رايحه نجي نشكل دوائر. شكلوهم هكا عينكم ميزانكم، سيو ديروهم كامل قد. بالنسبه للكميه خرجت لي 20 حبه، يعني كلش 20 حبه. هنا انا بك الحبه الاولى درتها شويه كبيره، سينو نقصت في الحجم باسكو راح يزيدوا يتنفخوا، على بالكم فيهم البيض والخميره. دوكا نجي هكا بالكف تاع يدين بلاطيهم شويه بهذا الشكل كيما راكم تشوفوا هكا. بهذه الطريقه ناخذ الحبه ونخدم هكا بالكف تاع يدين بلاطيها شويه ونجي نحطهم في السنيوه. ها مليك فرشت ورق الطهي حطيتهم في سنيوه، قلت لكم 20 حبه. ودوكا راح نجي ندير هكا حفره في الوسط. شوفوا انا خديت هنايا اليدات تاع المهراس، وانتم ديروا اي آلة عندكم. نجي نحفرهم في الوسط هكا ونطيبهم في الفوغ من التحت على 160 درجه. كي نشوفهم طابوا نحمرهم شويه من الفوق. ها مليك هنا نكمل كامل هكا نحفرهم نخليهم يطيبوا ونوري لكم الشكل النهائي تاعهم. انا هنا في الوسط علاش حندير لهم هذه الحفره؟ باسكو راح نعمرهم بهذا الكراميل اللي كنت خدمته في الدار. تحبوا ديروا معجون، تحبوا ديروا واش عندكم. هنايا الكراميل قلت لكم خدمته في الدار، ودوك نحط لكم الوصفه ديالو في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت، يعني كنت خدمته لكم فيديو من قبل. الكاطو ديالي بعد ما طاب درت له سكر ناعم من الفوق، سكر غلاس، وجيت عمرته بهذاك الكراميل. والشكل النهائي ديالو هاوليك، يعني حلوه خفيفه سهله توالم هكا للقهوه. جات بزاف بنينه وخفيفه قلت لكم. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتشاركوني رايكم في التعليقات. ودوك نقسم معاكم حبه تشوفوا كيفاش جات. لحقت لاخر الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم اتهلاو في روحتكم، ما تنساوش تخلوا لي جيم وكومونتير وتبارطاجيو هذا الفيديو الماكسيموم. سلام.